بسم الله الرحمن الرحيم. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. مع حضراتكم مجد الإتربي، أقدم لحضراتكم معلومات تثقيفية عن العملة المصرية، نحلق في سماها، نغوص لنستخرج خفاياها. فإذا كنت تشاهد قناتي لأول مرة، أدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس واللايك كي يصلك كل جديد نقدمه. 10 أعوام عطاء من خلال هذه القناة. كل هذا وأكثر سنقدمه وستعرفونه من خلال هذه المحاضرة من ستينات القرن الماضي. أقدم لحضراتكم 10 جنيهات المصرية، الإصدار السادس، والتي وقع عليها كل من عبد الحكيم الرفاعي وأحمد زندو، والمعروفة تحت شعار 10 جنيهات الجيم. العلامة المائية هي النسر كما هو موضح أمام حضراتكم. الوجه عليه بورتريه لتمثال الملك خوفو، قصدي توت عنخ آمون، وإطار من الزخارف النباتية والفئة والتاريخ. مقاس الورقة 181 ملي في 95 ملي. ظهر الورقة إطار من الزخارف النباتية، في الوسط الفئة والتاريخ، في الوسط الفئة والبنك المركزي المصري. كل هذا وأكثر سنقدمه من خلال هذه المحاضرة عن الإصدار السادس من 10 جنيهات المصرية. كما قلنا أن الوجه عليه تمثال الملك توت عنخ آمون، وإطار من الزخارف النباتية والفئة والتاريخ والتوقيع. طبعا الورقة ديزاين جميل بالحجم الكبير، وهو وقع عليها زي ما قلنا عبد الحكيم الرفاعي وأحمد زندو أهو. قلنا الورقة من المقاس الكبير، والديزاين بتاعها ديزاين جميل جدا، سواء الوجه أو سواء الظهر بتاعها كمان عليه زخارف نباتية في الأطراف زي ما قلنا، وعليه الفئة كما هو موضح باللغة الإنجليزية، وعليه اسم البنك باللغة الإنجليزية. قلنا برضو إن العلامة المائية النسر طبعا واضح أهون هم حضراتكم النسر. فئة جميلة وإصدار جميل. بنعود فيه للأوراق الكبيرة اللي كانت بتطبع بالحجم الكبير قبل صدور الأوراق الصغيرة اللي هي معانا حاليا دلوقتي، وقبل طبعا صدور 10 جنيه الفه وال10 جنيه البلايمر الدال. الوجه الحجم الكبير في الورق كان له هيبة وكان له برستيج حلو، كان حاجة دسمة زي كل حاجة ما كانت دسمة أياميها، تحس إنها كده فيها وقار وفيها برستيج وفيها جمال. الوقت الورق كله بقى بنكنوت، كله بقى يعني
ما عادش فيه الهبة بتاعت الأول والجمال بتاع الأول، والتصميمات الجميلة. التصميمات الجميلة طبعا باين التصميم اهو، وطباعته القيمة جدا، طباعته الجميلة. احنا فين الوقت من الكلام دون؟ آه زي ما قلنا ان احنا عندنا في مصر هنا تلت آثار العالم، وان هي مادة خصبة جدا للمصممين انهم يصمموا عملات، سواء عملات بنكنوت او عملات فضية او عملات معدنية، ويحطوا عليها الاشكال الفرعونية الجميلة اللي بتشتهر بها مصر. اي قطعة عملة بتعتبر سفير لبلادها خارج حدودها. يعني لو كانت العملة بتاعتنا دي على مستوى سواء المعدنية أو الفضية أو الورقية على حد السواء، ديزاين جميل، ديزاين جميل، بيبقى سفير خارج حدود البلد. العملات المصرية بصفة عامة مطلوبة جدا بره جدا، لأن الأشكال بتاعتها حلوة طبعا زي ما هو واضح اهو. أشكال جميلة، أشكال هنا يمكن الوجه والظهر أخد الطابع الفرعوني، ما خدش بقى الإيه حاجة من الإسلاميات. في اللي بعد كده ممكن 10 جنيه اللي هي الغه، عليها الوجه بتاعه فيه حاجات إسلامية، والظهر عليه حاجات فرعونية. هنا الظهر والوش بيختلف بعض الشيء. زي ما قلنا إن العملة المصرية جميلة وبرستيجها عالي جدا جدا، ومطلوبة بره جدا، لما تحويه من أشكال فرعونية جميلة ضربة في جذور التاريخ. وقلنا المصممين سهل جدا جدا انهم ياخدوا الاشكال ويعملوها كوبي بيست على العملة، وهتبقى حاجة جميلة، حاجة قيمة. أرجو أكون أفدت حضراتكم من خلال هذه المحاضرة عن الإصدار السادس من فئة 10 جنيه، البنكنوت المصري. وهي وقع على زي ما احنا قلنا 2 بس، اللي هو عبد الحكيم الرفاعي وأحمد زندو. مادة جميلة للبحث ومادة جميلة للكلام. أرجو أكون أفدت حضراتكم، استفدتم من هذه المحاضرة، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.